برج الثور يا برج الثور، انا جايه احذرك. ايوه جايه احذرك. الفيديو ده جالك مخصوص في الوقت ده عشان يحذرك من الشخص اللي في بالك. ايوه اللي في بالك. صلوا على النبي كده في البدايه وتعالى يا برج الثور، لان الفيديو ده مهم جدا جدا ليك. في شخص بيختبر صبرك. ايوه بيختبر صبرك، فخلي بالك عشان لو انت مشيت ورا الشخص ده انت هتضيع يا برج الثور. اوعى يا برج الثور تمشي ورا الشخص ده، لان الشخص ده هيدمرك. برج الثور افهم الكلام ده كويس لانه ليك، وركز واسمعه كأنه صوت جواك. انت شخص هادي من بره، ثابت، ما بتحبش تبين ضعفك، بس جواك في تعب كبير محدش شايفه، لانك اخترت تسكت مش لانك مرتاح. بتحب الامان وبتخاف تخسر الناس اللي بتحبهم، وعشان كده ساعات بتعلق بناس غلط وبتسمع على حاجات انت من جواك مكسور بسببها. الفترة دي محتاج منك تكون أذكى. في شخص قريب منك بياخد منك كتير من غير ما يديك حتى أبسط تقدير، ويمكن بيتعامل مع حبك على إنه شيء مضمون. صبرك حلو بس بزيادة ممكن يتحول لقلة قيمة. بلاش تكون قليل القيمة يا برج الثور مع الشخص ده. ومش معنى انك طيب وانك تسمح لحد ان هو يتجاوز حدودك اكتر من مرة وكأنك مش موجود تفضل صابر على كده. لا، الصبر كده مش حلو. لو حسيت انك مش الأولوية عند حد بلاش تفضل موجود علشان ما يبانش عليك انك موجوع. لا، انسحب. انسحب بصمت، لان انسحابك احيانا اقوى من وجودك 1000 مرة. خلي بالك، خلي بالك من فلوسك يا برج الثور. فلوسك بتروح منك، ده تعبك يا برج الثور. شغلك في حد ممكن يستغل كرمك او طيبتك. خلي بالك وانت مش واخد بالك لانك بتحب تساعد من غير ما تفكر. كل ده هيجي عليك يا برج الثور، وهتلاقي نفسك معكش فلوس ولا حد بيقف جنبك. ما تكتمش كل حاجة في قلبك يا برج الثور. خلاص قلبك تعب. العقل اللي ساكت كتير ده بيتعب، والقلب اللي شايل فوق طاقته بيتحجر. اتكلم. اتكلم يا برج الثور، حتى لو مع نفسك او مع ورقة او مع حد بتثق فيه. المهم تقضي اللي جواك وتفضيه. تفضي كل حاجة جواك. انت طول عمرك اللي الناس بتلجأ ليها، يعني الناس بتلجأ لك وبتحللهم مشاكلهم وكل حاجة، بس انت مفيش حد تلجأ ليه. انت بتلجأ لمين؟ انت بتحكي لمين؟ لا، متعود تبلع وجعك وتقول انا تمام وانت مش تمام يا برج الثور. انت تمام يا برج الثور ولا مش تمام؟ ما اعتقدش انك تمام. الايام الجاية محتاجة منك قرار شجاع، يما تختار شخص يستهلك يما تختار نفسك ومن غير وجع. واخيرا ما تخليش هدوءك يخليهم يفتكروا انك مش واخد بالك. انت مش شايفهم او حاسس او ساكت. انت ساكت احتراما لنفسك مش خوفا من حد. ففوق لنفسك يا برج الثور، وربنا بإذن الله هيعوضك ويكرمك، والقرار اللي هتاخده هيكون صح ويفتح قلبك من تاني يا برج الثور. هيدمرك يا برج الثور، واعتبرها رسالة أو إشارة جايالك في وقتها، وده تحذير مهم جدا. وخد بالك من التحذيرات اللي بتجيلك صدفة، لأنها مش صدفة. انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.